أيمن شرف وحسين غنيم وعمرو وردة ومحمد زتونة هم الأربع لاعبون من الشباب الذين قرر كابتن حسام البدري تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول للنادي الأهلي والمشاركة فيه استعدادا للنهائي الإفريقي أمام الترجي. كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي قال إنه تدريبات بكرة إن شاء الله ستشهد إجراء العديد من التقسيمات لرفع معدلات اللياقة البدنية، وهو أمر يتطلب تواجد كثير من اللاعبين، بالإضافة إلى منح الصاعدين فرصة الانسجام واكتساب الخبرة من اللاعبين الكبار رغم أنهم ليسوا مقيدين في القائمة. ولكن حسام البدري يستعد بكل ما لديه من أسلحة مقابل أو في سبيل إجهاز وإعداد فريقه بالشكل الأمثل وفق رؤيته الفنية. خبر أخير قبل ما أخرج إلى التقرير عن الأهلي النهاردة يخص لجنة الكرة. الخبر بيقول إنه لجنة الكرة قررت أن تجتمع باللاعبين يوم الثلاثاء المقبل من أجل تحفيزهم وبحث مطالبهم قبل المباراة الهامة، مباراة النهائي الإفريقي أمام الترجي التونسي. والخبر تم إضافات كثيرة له، إنه لجنة الكرة قررت أنها هتدي اللاعبين مستحقاتها وفلوسها المتأخرة من أجل ضمان إجادتهم في مباراة النهائي، وهذا هو الجزء الذي أعترض عليه. أي إنسان منا سواء كان لاعب كرة أو صحفي أو طبيب أو محامي أو مهندس أو أي مهنة أخرى لن يكره أن يأخذ ما لديه من أموال وحقوق، ولكن في لحظات بتبقى فيها المعاني والمشاعر أهم من المال رغم حاجتنا كلنا للمال. وأنا لا أعيب على أي أحد أن يطالب بما لديه من حقوق ومستحقات، ولكن لا أظن أن لاعبي النادي الأهلي في هذه الأيام بالتحديد وفي هذه الظروف بالتحديد يحتاجون أن يصرف لهم الأهلي أموالا من أموالهم المتأخرة حتى يجيدوا أمام الترجي في تونس. أنا لا أشك في أن لاعبي الأهلي بمشاعرهم الحالية وصور الشهداء التي تغازل أعينهم وذكرياتهم وجماهير الأهلي التي تنتظر انتصارهم، أشك أن هؤلاء اللاعبين في هذه الظروف يحتاجون إلى أي مال حتى وإن كانوا يحتاجون إليه أو لا يحتاجون إليه لكي يجيدوا أمام الترجي، لكي يتمنوا الفوز بالكأس الإفريقية، لكي يتمنوا أن يعودوا إلى القاهرة من تونس بشرف الانتصار الكروي وبهاء البطولة وكبريائها. تعالوا نخرج إلى فاصل نشوف إيه اللي حصل في الأهلي النهاردة ونرجع تاني. اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذه الرساله الخاصه من داخل قلعه الاهلي بالجزيره. رساله النهارده هنتابع فيها تدريبات الفريق الاول واستعداده الجاد لمباراه الترجي التونسي في اياب الدور النهائي لرابطه الابطال الافريقيه. تابعونا وهذه الرساله. يواصل الاهلي استعداداته الجاده لمباراته المرتقبه يوم السبت المقبل امام الترجي التونسي في اياب الدور النهائي لرابطه الابطال الافريقيه. ورغم نتيجة لقاء الذهاب التي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب برج العرب، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين أثناء المران على ملعب مختار التتش عاقدين العزم على إسعاد جماهيرهم والعودة من تونس بالأميرة الأفريقية. الجهاز الفني فضل أن يكون المران مساء اليوم قبل أداء الفريق مباراة ودية غدا الأحد، خاصة وأن المباراة ستشهد تقسيمة بين اللاعبين في إطار حرص حسام البدري وجهازه المعاون التركيز على المجموعة التي ستشارك في مباراة الترجي التونسي. بدأ التدريب بمحاضرة سريعة شرح فيها المدير الفني أهمية المرحلة القادمة والمهام الفنية لكل لاعب في مران اليوم قبل تقسيمة الغد، ثم بدأت عمليات الإحماء والجري لكل اللاعبين ما عدا وليد سليمان نجم الفريق الذي يخوض تدريبات تأهيلية بعدما أثبتت الأشعة تعرضه لرشح في الركبة.
لكن الجهاز الطبي أكد سلامته وقدرته على اللحاق بالمباراة. وغاب عن التدريب سيد معوض الظهير الأيسر للفريق، والذي تقرر سفره لألمانيا خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات الحصول على التأشيرة. من جهة أخرى، شارك رباعي الشباب محمد زتونة وعمرو وردة وأيمن أشرف وحسين غنيم في تدريبات الفريق الأول، في إطار حرص الجهاز الفني على تصعيد بعض اللاعبين من قطاع الناشئين والانسجام مع الفريق. كما أدى حراس المرمى تدريب جاد وقوي مع طارق سليمان مدرب الحراس في إطار التجهيز لمباراة الإياب، والتي تقرر إقامتها يوم 17 من نوفمبر الجاري. إذا نصل لختام الرسالة اليومية من داخل قاعة الأهلي بالجزيرة، على أمل اللقاء في رسالة جديدة من رسائل الأهلي اليوم. من داخل النادي الأهلي، محمد سعيد للأهلي اليوم.